السيد وزير الشؤون الخارجية لم يقع إلغائها إلى حد الآن. معناه يستوجب من كل تونسي، مواطن تونسي مهما كانت صفته، يكون عنده صفة رسمية ماشي في إما من إعلامي ولا من المؤسسات العمومية ولا من وزارات، يعلم السفارة باش لا قدر الله مكتبة، فانت لا تكون السفاره، فانت لا محاطه وتكون بجانب اي تونسي، وهذا قانون متعارف عليه في كافه دول العالم. هذه النقطه الاولى. اذا هذه ما صارتش. السفاره ما علمتش بالموضوع هذا، علمت الناس الكل. النقطه الاولى. النقطه الثانيه على مستوى الشكل، حقيقه البارح قبل البرنامج وقع تدخل رسمي من وزاره الشؤون الخارجيه وطلب رسمي والاتفاق مع معد البرنامج لان اتدخل في الفاصل ما بين الحصه المسجله والحصه المباشره. وكلموني وكنت باش اتدخل، انا طلبت تحديدا ان اكون اتدخل في الوسط باش اعطاء المعني بالامر حق الرد على اي ملاحظه انا قلتها. فالحقيقه على مستوى الشكل احنا تعرف الخبر مقدس والتعقيب حر والتعليق حر، يعطيك الصحه. فهمت الله؟ معناها اضعف الايمان، احنا تو في وضع نتاع حريات عامه وحريه اعلام، يعني يعطى حق الرد وسماع الراي الاخر. ولماذا لم يقع بعد ما اتفقتوا سيد سفير؟ علاش لم يقع؟ يعني ما شاهدناكش في الحلقه البارح. هذا اسم مؤدي البرنامج صمت القبور في اتجاه واحد، وهذا يمثل بكل صراحه معناها فرق، معناها خرق صارخ لحريه التعبير ولحريه الاعلام وحتى الراي العام، معناها في اريحيه يسمعوا من كافه الاطراف ويسمعوا معناها وجهات نظر مختلفه في الموضوع هذا. الحمد لله، انا بارك الله فيك نستقبل خيرك على اتاحه الفرصه بمعنى ايضاح النقاط هذه. واضح. البارح اي تفضل كمل، تفضل سيد سفير. هذا على مستوى الشكل. على مستوى المضمون، انا نمشي على مستوى المضمون. في الحلقتين اللي سمعتهم انا نحكي على من الجانب القانوني. سمعت ان تم تسويق مقاربه من المعني بالامر ومن معد البرنامج، ان العمليه السيد هذا المعني بالامر يريد اعاده الاموال المنهوبه الى تونس ويريد العوده الى تونس، والاشكال الوحيد هو في عدم منحه من طرف الدوله جواز سفر، وبالتحديد السفاره اللي هي مرفق عام تخدم المواطنين على قدر المساواه. فالمقاربه ولات مطروحه بالشكل هذا، معناه هو يحب يروح بالفلوس لتونس وباش يعاون الاقتصاد التونسي، فهمتني ولا؟ ويواجه القضاء ويقول انا مسؤول ونتحمل مسؤوليتي قدام القضاء. والسفاره للاسف الشديد والدوله عطته باش يروح تونس خاطر ما عطتوش جواز سفر. وقال ناخذ باسبوري، لحظه، قال ناخذ باسبوري اليوم نروح غدوه. دقيقه عاد باش نشوفك شنو دخلنا نعطيك تسلسل الاحداث باش تبدا فاهم الوضعيه بالضبط. هو تحدث عن سبتمبر 2011، بالفعل انا جيت في سبتمبر 2011. السيد تقدم للسفاره، هو الساعه هو شيء غير مسجل في دفاتر القنصليه للسفاره. هو مواطن غير مسجل بالدفاتر القنصليه للسفاره. اثنين، لم يتقدم البتة، وكان يثبت هذا يتفضل، لم يتقدم بمطلب في جواز السفر. ثلاثة، جاي صادق في ورقة صحيح تعريف بالامضاء، سألني العون القنصلي قلت له يعطينا الجواز السفر الدبلوماسي اللي هو ملك الدولة وقع فهمت ولا معناها لاميراسيون تاعها، رفض قاطع ومعناها اساء بكلمات نابئة غير لائقة في حق العون المحلي اللي موجود في القنصلية. هذا الوقائع حكيناه هي كما صارت. نتعدى المرحله الثانيه، هو يقول لك نحب نروح. القانون التونسي يسمح له باش يروح، بالطبع هذا اللي يسمح كل تونسي باش يروح ولا باش يخرج. الحاجه الاولى اللي لازم نعرفوها، هو توا فيه بطاقه جلب دوليه ومع البوليس الدولي والانابه القضائيه فهمت الله عند كافه السلطات، سلطات بلد الاعتماد ولا عند السلطات فهمت الله كافه بلدان العالم. اثنين، هو عنده الحق في بطاقه عبور، رخصه عبور للسي باسي. ينجم غدوه توا كان يحب مباشره توا يجي للسفاره ولا غدوه الصباح ياخذ السي باسي في 24 يكون في تونس. وهو سيد يحكي توا فهمت الله معناها انا سمعت امبارح والله معناها من المضحكات المبكيات. معناها هذا ولا برنامج وين ما نشوف فهمت الله معناها سيء الاخراج ورديء الاداء. هو قال ولا لا معناها ولا هو ضحيه ولا هو معناها من عائله المعوزه. يا سيدي الدوله معناها اسمع، الدوله التونسيه توفر حق التذكرة مجانا زاد من عندكم. حق التذكرة مجانا من سفارة تونس بأبو ظبي، حق التذكرة مجانا ويعطوه السيارة توصل حتى للطيارة تاع تونس من عندنا احنا وبرخصة العبور بدون أي إشكال.
وهذيك امور اخرى مع القضاء. احنا ماناش قضاء. هو البارح قال غدوه صباح نكون في السفاره، ما جاكمش سيد سفير؟ لا ما جاناش. قال في هو الحوار يقدم بالله خليني نعاود نوضح. عنده الحق في رخصه عبور، وتدغي سفر ابو ظبي ولا دبي تونس يتفضل ياخذها على حسابنا احنا، واحنا مستعدين نوصلوه بالسياره دبلوماسيه حتى للطياره. باهي سيد سفير باش نعاود والامور الاخرى انا الحقيقه ما نحبش ندخل في الامور الاخرى، خاطر هذيك السلطه قضائيه مستقله واحنا تو نكونوا معنا في ديمقراطيه. لا هذيك حكايه اخرى سيد سفير. هذيك حكايه اخرى. نعاود نذكر انك تقول لم يتقدم بطلب لتجديد جواز سفر، وانه جاء باش يعمل ورقه يا اخي طلبتوا منه يرجع جواز السفر الدبلوماسي، فجاوب بكلمات نابيه معناتها رفض. لا رفضا قطعيا. وقلت سمع الكلام للعامل التونسي اللي غادي. بالضبط. واضح. هذا هو واللي كان يحب يروح اسمع باش نكونوا واضحين، خلي تكون الصوره واضحه عند الراي العام. الواحد معناه يجب اماره الراي العام بالحقيقه كما هي. احنا ناس محلفين ونعرفوا ايش نقابلوا. الخطوه اللي عملها هو بكل صراحه ما نجم اي تونسي كان يباركها، مش كمسؤول اي تونسي يباركها. الاعتذار من الشعب التونسي هي خطوه الى الامام حقيقه. واحنا فهمت لا معناها تونس مفتوحه لكافه ابنائها. إذا كان ثم مشاكل قضائية تفضل هذيك معناتها لو كان الاعتذار ويكمل انه يجي للسفارة ويروح لتونس يواجه القضاء، تكون خطوة إيجابية معناتها. بالضبط. ما عندنا حتى إشكال والأمور الأخرى ما تدخلوش فيها. أنا شوف القانون راهو لازم يعرف حاجة. معناها هذايا معناها تكون واضحة عند الناس الكل أن مهمة المرفق العام لبرا هي السفارة والقضية هي مؤسسة من مؤسسات السلطة التنفيذية، مؤسسة الدولة، مهمتها انفاذ القانون. احنا لا مهمتنا انفاذ القانون. واضح. راه مش صحيح. قلت لا خليه باش واضح. شكرا لك على هذه التوضيحات السيد طارق بطيب سفير تونس في ابو ظبي. نعاود نذكر انه قال انه سيد سليم شيبوب ما جاش باش يجدد باسبور وجا باش يعمل ورقه، قلنا له رجع جواز سفر دبلوماسي رفض، وقال معناتها قال كلام زايد للعامل. وايضا وضح سيد سفير تونس في ابو ظبي انه ينجم ياخذ بطاقه عبور والدوله تتكفل له بتكري له كرهبه وتعطيه التذكره بلاش لو كان هو يحب يروح لتونس. دونك في يعني يكفلوا القانون مش لازم يعمل باسبور.